بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارحمنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. أول ما دخلنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله، لقينا المفاجأة دي. أول حاجة هنعملها، احنا معملناهاش في الولدة اللي فاتت. نعقم السرة بتاعت الغنم. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي. دي النعجة اللي أنا شاريها آخر واحدة، اللي كانت ب13,000. بسم الله ما شاء الله. دخلت النهاردة لقيتها والدة ذكر وانتين. بسم الله ما شاء الله. جايبة واحد أسود بس، يلا مش مشكلة، أنا ما بحبش الأسود. فأول حاجة عملتها، حطيت الحديدة دي وعزلت الغنم دول لوحدهم. حطيت اللي هي والدة من 10 أيام دي، وحطيت دي وحطيت لهم علف. تاني حاجة مسكت الغنم الصغيرة وعقمت السر، مطهر بطريقات للبكتيريا والفيروسات. حطيت منه على السرة، فضلت ارش 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 لما السرة اتغسلت. لان انا النعجة دي لما ولدت ما عملتش كده، وفي ناس من المتابعين نصحوني بكده. فان شاء الله اي حاجة هتولد عندي هنعقم السرة او نطهر السرة. بسم الله ما شاء الله. فلازم نهتم بقى باذن الله. النعجة دي بقى لها تقريبا 10 او 15 يوم والدة، فدي عيالها ما سرحوش لحد دلوقتي. ودي برضو ان شاء الله هي تاخد لها اسبوع في البيت، وبعد كده هي تسرح وعيالها هيفضلوا في البيت برضه. هنسيبهم بقى يفضلوا 15 يوم 20 يوم، يفضلوا شهر، يفضلوا الاول 1/9، بحيث ان الجو الصيف ده الدنيا الحر يتكسر فيه. لما يدخلوا في شهر 9 يبدأوا يسرحوا معاهم، يبقى الدنيا تمام حلو معاهم. بص النتاية دي تايهة مش عارفة امها فين. فهنكرمهم، لان النعجة برضو اللي هي الرحمة دي، اللي هي دي ضعفت برضو. دي البطن اللي فات كانت والدة اللي هو الدكارين، وكانوا بيدخلوا ياكلوا من اللي هو الزاحف ده، التربية الزاحف. وكانوا بسم الله ما شاء الله الدكارين ما كملوش شهرين ونص، وكان الغنم تقريبا 25 كيلو. كانوا بسم الله ما شاء الله. اللي اشتراهم يعني بص بيتكلم عارفه يعني تاجر، فخدهم ما رضاش يبيعهم، علفهم هو. فبقول لي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، احسن خروفين اشتريهم في حياتي. فان شاء الله هنرجع التربيه الزحف دي باذن الله، لان احنا داخلين على ولاده الفتره الجايه دي، وباذن الله هنعلف الحوالي الصغيره، والام اللي هتولد ان شاء الله هتتعلف، تاخد لها علف لمده مثلا 15 20 يوم شهر، عشان تفضل ساندة نفسها ما تضعفش زي الحلية النعجة دي. يلا ادعوا لنا بالبركة. السمرة دي النتاية، والتانية دي الدكر. كنا عايزين العكس يلا، بس ما فيش نصيب. كله خير بإذن الله. حطيت لهم شوية خضيرة ان هم ما كملوش العلف، معرفش ايه السبب، بس انا كنت حاطط زيادة شوية يعني، حاطط تقريبا ممكن حاطط 1.5 كيلو ليهم هما الاتنين، وهما ما بياكلوش علف اصلا. وبعدين في عيش وفي دقيق، خلطة كده. ان شاء الله هنروح النهارده نشتري لهم شكارة ذرة وشكارة رد. لو لقينا شوية شعير هنشتري كمان شعير، ونشتري غلة يعني خلطة كاملة يعني بإذن الله، بحيث ان هما الواحدة تاخد كل يوم نص كيلو لمدة 15 20 يوم او شهر بالكتير. وحطيت لهم خضيرة برضو كمان. بس المشكلة اللي حصلت معايا ان النعجة الحمراء الرحماني دي
ما رختش يعني، هي رخت بس ما رختش بما فيه الكفاية يعني. شايفين؟ بس امشي امشي. وبعدين الضر عند الغنم لما بتيجي تولد بيكون الضر مليان ومحجر، مليان خالص، لكن ده خفيف خالص، معرفش ايه السبب. فعشان كده هنكرمها ان شاء الله باذن الله، عشان ربنا يبعت الخير، عشان ربنا يكرمنا يعني باذن الله. النعجة الوسيمي دي حانية، طلبت مرة وتقريبا دي التانية، ما سكتش في المرة الأولى. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. امشي امشي. بص، ده فتحة السرة بعد ما اتطهرت. مطهر بيطري قاتل للبكتيريا والفيروسات. ضغط لها عيش وطحين ومعاها شوية رد، ده اللي موجود حاليا لحد ما اشتري بقى ايه، ذرة ودشيشة والكلام ده، دشيشة وردة والخلطة اللي انا بشتريها. ايه عايزة ايه اهو، ربنا ييسر لنا الحال فيك يا رب. وان شاء الله ده هيفضل لونها اسود لو حد ربى والغنم دي جت عنده. السمرة دي هتفضل لونها اسود ولا هيبقى لونها بني زي امها؟ يبقى رحماني، لان دي النتاية ودي الذكر، وانا بصراحة ما بحبش اللون الاسود ده، لان واحنا بنسرح فيه معانا الغنامة كانت في نعجة جت تعشر لونها اسود، كانت بتتعب خالص في السرحان. معرفش بقى انها مش متعودة. بص النعجة بتلحس ايه، ده الذكر، ده الذكر اهو. بيعمل ازاي وهي بتلحس له سبحان الله. يا جميل، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هي الغالية. وليهم بلح ده ولا ايه؟ اه طلع لهم بلح، ودي كمان طلع لها بلح. امهم ما عندهاش البلح ده، اللي هي بتكون متدلية من رقبة النعجة دي، عندنا بنسميها بلح. لف لف لف. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. ان شاء الله بكره نطلع البرميل ده نحطه بره هنا، والكلب ده هيمشي، وهنظبط شويه حاجات برضه، لان انا الايام اللي فاتت قلت هظبط الحوش، بس للاسف كان عندي حاله وفاه في اسماعيليه، فكان لازم اسافر.
وكان عندي تاني يوم شغل. ده عيش طري كنت حاطه ليها. بص لو رمينا عيش الكلب مش هيخليها تاكل. النعجة اللي كنت بقول لكم لسه لحد دلوقتي ما قشرتش، النعجة دي بسم الله ما شاء الله جسمها بدأ يطرى خالص وباين عليها عشر وباين عليها الشبع. فان شاء الله ان شاء الله دي ممكن يتعمل لها سونار، وممكن ما نعملش اصلا نسيبها لله بقى. احنا كنا عايزين نطمن على المعيز والحمد لله المعيز عشر. لكن الغنم كده كده الكبش معاهم. ودي برضو الحلية الصغيرة دي برضو بطنها بقى بدأ يطرى برضو، بدأ يبان عليها. بس دي برضو قدامي ما طلبتش، ما شفتهاش طلبت. والكبيرة ما شفتهاش طلبت اللي قدامها دي. الله اعلم ممكن يكونوا طلبوا عشرة من الكبش بالليل ولا كده. لان في غنم لما بتطلب والكبش يصيدها بالليل خلاص ممكن يصيدها مرة والتانية وبعد كده خلاص ما بتقفش للكبش. وفي غنم بتفضل 24 ساعة كاملين حانية للذكر، يطلعها مرة 2 3 24 تفضل حانية للذكر مفيش مشكلة. فربنا ييسر الحال ويطلعوا عشر ان شاء الله. ودي نفسها في نفس السن اللي هي دي اللي وشها ايوه دي نفس عمر اللي قدام اصغر شوية. دي اللي انا كنت شاريها من قريب ب6000. دي برضو حجمها بقت حلو، ممكن تطلب الايام الجاية باذن الله. هي لسه صغيرة بس اللي هي الحلية الرحمن اللي عندي دي لسه حجمها صغير، ما ينفعش تقشر دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي. بس وسع رجلها يا بنت الغنم الحوالي الصغيرة اللي هناك اللي يشوفهم يقولوا حجمهم لسه صغير. بس اول ما النعجة دي ولدت النهارده بسم الله ما شاء الله، لما وقفوا قصاد بعض لقيت التانيين حجمهم كبير خالص عندي. بيكبروا بس الواحد عشان هما لوحدهم الواحد ما بيلاحظش، لما يتولد عليهم حاجة صغيرة بيبان حجمهم. دي النعجة اللي هي قافلة جديد. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله اللي انا كنت بقول لكم عليه النهارده. تمسك الدرع ده بص فاضي ازاي، فاضي ازاي، مش مليان خالص. ما اعرفش بقى ممكن هم سحبوه والده من بدري يعني وهم رجعوه، وممكن لا. لف كده تعال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ايوه بص شايفين ضعيف خالص يعني، ده مش درع نعجة محضرة. فربنا ييسر الحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تاني يوم. النهاردة الصبح امبارح ما سرحتش خالص، فحد اتصل عليا رحت جبت من عنده بقدونس وحطيت للغنم وكلت هي في الحوش، والغنم كلت وشبعت. النهاردة تاني يوم وانا طالع تقريبا يعني 90% من الغنم عندها اسهال او بتر. بص اللي هي من تحت متقصة ازاي تقريبا كل الغنم. بص دي برضو كمان يمكن دي بس اللي ما هرتش، اللي جنبها هرت. فما اعرفش ايه السبب ان هم كلوا وشبعوا ولا في مشكلة. بس لكن الزرع اللي انا جبته ما فيهوش اي رش، فربنا يستر. وحتى النعجة اللي هي الوالدة مش الوالدة الجديدة اللي هي الرحماني، لا اللي هي شمس اللي هي اللي والدة نتايتين دي برضو الصبح وانا طالع اسرح لقيتها تعبانة مش قادرة تمشي.
فسبتها في الحوش وحطيت لها اكل، فتقريبا هي برضو عندها اسهال برضو. فربنا يسترها بقى ويكون ايه الموضوع خفيف، يعني ما يكونش حاجة كبيرة بإذن الله. والنعجة التانية اللي هي الرحمن اللي والدة امبارح، دي حاجة سهلة لوحدها وسيبها من امبارح لوحدها. ربنا يستر يا رب. شايفين النعجة غزالة دي عندها اسهال، واللي وراها ده عندها اسهال، والحولية ده عندها اسهال، والحمرا ده عندها اسهال، ودي برضو عندها اسهال. اللي قدام دي عندها اسهال، ودي برضو عندها اسهال فظيع. شايفين دي عندها اسهال، والسمرة دي عندها اسهال هي واللي جنبها دي، ودي كمان اهي. شايفين الاسهال باين هنا، والكبش برضو عنده اسهال. الحمد لله. واللي هنا قدام دي هي دي عندها اسهال. بص شايفين برضو متعصب من تحت. والمعزة دي برضو كمان عندها اسهال. التانية دي ما خدتش بالي منها بصراحة. ودي بص شايفين الاسهال باين ازاي. دي ما عندهاش اسهال دي، لا. فما اعرفش بقى المشكلة في سبب الاكل، نوع الاكل. بس البقدونس هما بيحبوها، هما بالبقدونس ما تجيبش اسهال. وموضوع الرجلة برضو اللي هي دي كان فيها برضو رجلة بس خفيفة يعني مش كتير، لدرجة ان هي تعمل المنظر اللي انا شايفه ده. فربنا يسترها ما يكونش في حاجة. بس هم ما سرحوش اصلا، يعني ممكن نقول ان هم اكلوا رش، لا هم ما سرحوش اصلا. والنهارده الصبح هم لسه سارحين دلوقتي، فمفيش مشكلة. فما نعرفش بقى، فربنا يسترها يا رب. شايفين الاتنين دول اهي، دي ودي. حتى النعجة الرحمن اللي هي الجديدة دي برضو عندها اسهال. والمعزة بص، المعزة من ورا شكلها مش نظيف ازاي بسبب الاسهال. طب ودي يعني البيضة، لا البيضة ما عندهاش اسهال. فربنا يستر الحال يا رب. المهم في قصة حصلت عندنا، الواحد واحد يعني ايه عجول شوية، اشترى نعجة من واحد، واشترى النعجة غالية، بس نعجة حلوة وصنفة وخشنة وما شاء الله محترم. المهم خد النعجة تقريبا اسبوع وولدت. المهم خد النعجة ايه اسبوع وولدت. بعد ما النعجة وهي بتولد ده قعد جنبها فولدت نتاية. فهو مستني النعجة تولد تاني، استعجل فاتصل على الراجل قال له يا عم انت مديني النعجة، والنعجة غالية عاملة 13,500 و14,000 والكلام ده، والنعجة ولدت نتاية. فالتاني قال له يا عم ما رزقك ده. المهم قال له لا، او حصل مشاكل في التليفون وراح له، هو المسافة كده كده قريبة يعني ايه 5 دقايق مشي. فراح له قال له يا عم تعالى بص لي على النعجة وانا مش عايزها والنعجة والكلام ده. فجابه وروح على الحوش. دخل صاحب النعجة اللي هو كان بيعها له، صاحب النعجة الأول، دخل لقى النعجة وراها ذكر وانتاية. فقال له يا عم انت بتتكلم انت. فالتاني صاحب النعجة اللي هو اللي اشتراها اتصدم لما دخل. النعجة اتأخرت شوية تقريبا، ممكن تلت ساعة بين أو أكتر شوية بين الولدة الأولى والولدة التانية. فأول ما دخل صاحب النعجة اللي هو باعها من الأول قال هيعمل مشكلة معاه بقى ايه، يقرصه قرصة ودن يعني. قال له انت قلت لي النعجة دي انا مش عايزها فانا هاخدها. التاني قال له لا يا عم انا مش هرجعها. قال له يا عم لا، انت دلوقتي حصل مشكلة واتصلت عليا وقلت لي تعالى انا عايز النعجة. ففي الحالة دي مين اللي غلطان؟ هو التاني كده كده التاجر مش هيبيع مش هياخد النعجة تاني، بس هو عايز ايه قرصة ودن كده عشان يعلمه. ففي الحالة دي كده مين اللي غلطان؟ ولو التاجر خد النعجة منه غلطان ولا لا؟
او اللي هو صاحب النعجة الاول، اللي هو مش تاجر يعني. فالمفروض الواحد ما يبقاش عجول، ما يستعجلش، يستنى يشوف الدنيا هترسى على ايه. ربنا ييسر الحال يا رب. والمشكلة دي حصلت فعلا على فكرة. عندها اسهال برضو النعجة دي، ومشيتها تقيلة كده، معرفش مالها كده. من هنا للعصر كده هنشوف، ربنا يسهل ونجيب لها الدكتور. ربنا يستر يا رب. الرحمن هاري هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة تالت يوم. أول يوم تالت يوم اللي كان فيه سهال امبارح، وأول امبارح كانوا ما سرحوش. النهاردة بسم الله بسم الله ما شاء الله، كل الغنم تقريبا 80% السهال عندهم نشف، باستثناء واحدة بس. هي فين؟ اللي هي والدة، اللي هي دي ما سرحتش امبارح وكانت تعبانة خالص. هو الاسهال نشف، بس هي تحس ان هي كسالية كده شوية. مش دي النعجة اللي هي شمس، اللي هي بتاكل يعني احسن واحدة في الاكل، وبعدين ضعفت برضو في اليومين دول. فمش عارف اداها حاجة فيتامينات ولا الكلام ده، ولا هي هترد تاني لوحدها. فبسم الله ما شاء الله، لو بصينا عليهم كلهم نشفوا ازاي. هريا هنا. بص الغنم الصغيرة، الحولية الصغيرة دي كانت مبهدلة نفسها، ودي برضو نفس القصة. فكلهم كان الغنم كل يوم بسرح بيعملوا حمام طري شوية، طري تمام. تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي هنا، عد. بيعملوا حمام طري شوية، فده طبيعي. لكن امبارح لقيت اسهال فظيع. هري هنا، جح هنا، شايفين؟ دي كده نشفت شوية، امبارح كانت بتنزل مية. جح هنا، دي كانت بتنزل مية. ودي برضو اللي انا كنت شاريها كان عندها برضو اسهال ونشف برضو. واللي قدامها دي برضو كان عندها اسهال، ودي برضو كان عندها اسهال فظيع، نشف خالص. تمام. الكبش يعني لسه يعني طاري حاجة بسيطة كده. فالحمد لله، الحمد لله ان الموضوع طلع بسيط يعني بإذن الله. بصوا لو واخدين بالكم في كل مكان. وبعدين برضه معظم اكل الصيف رجلة، ملوخية، الكلام ده برضه بيعمل اسهال. هما لسه واكلين برضه ملوخية قبل ما اجي هنا، بس ما رضيتش اخليهم ياكلوا كتير. يا دوب هم خاطين ليهم هم الكل. فضلت في الارض تقريبا نص ساعة، ما كملتش نص ساعة او ربع ساعة كمان، وبعد كده مشيت. بص حتى هنا، بص دي مكان ملوخية. ففي يعني قليل كده ورق، سايبين الاكل هنا وجايين بعض الغنم داخلين يلفوا كده ياكلوا بعض الورق دي. معرفش انا ايه حبهم في الملوخية والبقدونس، الاتنين دول بالنسبة لهم رقم واحد. ربنا هاريا هنا، هاريا هنا. فربنا ييسر الحال يا رب. مش عايزين يعني ايه يكون في خسارة. وبعدين عيال الحلية دي اللي هي النتايتين، ان شاء الله ان شاء الله النوتة دي مش هتسرح غير لما شهر 8 يخلص، الحر يخلص. والنتاية التانية اللي في البيت هتقعد لها اسبوع تبدأ تسرح، وعيالها برضه هيفضلوا في البيت وياخدوا كل يوم علف. التربية الزحف اللي انا كنت بعملها دي، كده كده انا حطيت الحديدة والغنم هتفضل في البيت. وان شاء الله ان شاء الله اي حلية هربيها هسيبها تشبع خالص في الرضاعة، ان شاء الله تفضل 4 اشهر رضاعة مش مشكلة. وخلال ال4 اشهر دول كل يوم هتاكل علف برضه، بحيث ان النتاية اللي تطلع عندي تبقى بسم الله ما شاء الله عافية حلو، عشان نربي شوية نوت حلوين. وربنا ييسر الحال. احتمال دي بنسبة كبيرة ان الكبش ده اسيبه معايا لحد اول 9،
اول 9 الجو يفك كده، وبعد كده هيتباع. واجيب مكان واحد عساف كبير جاهز، بس هجيب حاجة يعني ايه، هحاول الف اكتر من مكان واجيب حاجة محترمة يعني، يعمل له بقى 20 25 30 مش مشكلة، المهم يبقى حاجة ايه، بس حاجة تملى دماغي يعني. لان كان في بوست نازل امبارح بصراحة على الفيسبوك، بصراحة البوست ده عجبني. كانوا بيتكلموا على الدوربر والرومانوف والكلام ده. فبقول لك السلالات دي ومش السلالات دي واخدة سمعة على الفاضي، ومفيش احسن من العساف. ففي ناس عملت مقارنة، هجنت الدوربر مع البلدي، وهجنت وهجنت العساف مع البلدي. فتهجين العساف طلع احسن، عساف مع البلدي، العساف مع الرحماني، العساف مع الوسيمي، العساف مع اسمه ايه، البرديسي. التحويل طلع بسم الله ما شاء الله، يعني مثلا 7 8 شهور تلاقي الخروف جاب 70 80 كيلو. فده المطلوب طبعا. وبإذن الله الموضوع ده لو ربنا ييسر كده ان شاء الله، الخرفان مش هبيعها صغيرة، الخرفان هتتساب، هتتعلف عندي. دي حاجة. تاني حاجة الخروف الصغير ده، الخروف الصغير ده، الخروف ده اتباع امبارح، اتباع ب6000 جنيه، اتباع ب6000 جنيه. المفروض ان هو هياخده النهاردة ان شاء الله اخر النهار بإذن الله، ربنا يطرح فيه البركة لصاحبه يا رب. هو الخروف متربي في الصيف وما كلش علف خالص خالص، ما كلش العلف، وبسم الله ما شاء الله شبعان وريان، و10 على 10 خروف محترم. فما بالك ده لو انا الدنيا، لان انا كده كده في الدنيا مزنوقه معايا، فلازم ابيع عشان محتاج فلوس. دي المشكله، داخلين على المدارس وفي دروس في كتب وفي الكلام ده، فلازم مضطر ان انا ابيع خروف ولا ابيع اي حاجه افك نفسي عشان ايه، امشي دنيتي يعني. فان شاء الله باذن الله النوتي ههتم بيها، ههتم بيها خالص، بحيث ان النتايه تبقى طالعه زي شايفين دي متربيه عندي اللي ورا، بسم الله ما شاء الله، دي كسر 4، ولدت بطنين وهي عشر في التالت. فعشان اهتمينا بيها وهي صغيره، فبسم الله ما شاء الله طلع حلوه يعني. فالاهتمام حلو ان شاء الله. هنطلع من عندنا شويه غنم صغيرين ان شاء الله، ان شاء الله موسم الولاده بدأ يعني ان شاء الله. في عندي 2 ولدوا، واللي هي الحمراء اللي انا جايبها جديده اللي هي الرحماني دي هتولد، والناك دي برضو هي واللي قدامها، لا هي وفي كام واحده هنا، دول قربوا يعني ان شاء الله شهر ولا حاجه هيولدوا. تعال عدي هنا، انا عارف انت بتاكل ملوخيه بس يلا، يلا امشي. عدي عدي هنا. فربنا ييسر الحال. الساعة دلوقتي 11، الجو نار، بس وانا مروح لقيت فيه شوية نجس فباكله. ناخدها واحنا ماشيين كده، كل شوية بمشي خطوة الغنم بتيجي ورايا، بمشي خطوة الغنم بتيجي ورايا. هي مش كتير، هي دوب عند الشجرة اللي قدام دي، وبعد كده مفيش. فباخدها واحدة واحدة وانا ماشي كده، اكل فيها وخلاص على كده. الناحية دي في ضروة، في كلال بتاع ده. هريا هنا، هريا هنا. الدروة دي اسمها دروة فيل او دروة سن الفيل، فدي بنأكلها برضه. هريا انا اهو، هريا هنا. ده انت رخم، الوحيدة عندي اللي بتاكل رز، معرفش ليه، الغنم ما بتاكلش الرز اصلا، الورق بتاعه خشن. دي الوحيدة اللي بتاكل الرز. اهو. السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس بتوكل بلح لان الغنم بتحب البلح خالص، فالبلح ده بسيب الغنم تاكل من تحت النخل، فده غلط ولا لا؟ لان انا سمعت ان ناس بتقول ان النوى بيفضل في بطن النعجة، معرفش ده غلط ولا لا. يعني اسيبهم ياكلوا بعد كده، ولا اخليهم يمشوا بلاش ياكلوا البلح عموما علشان النوى ما يضرش؟ لو حد عنده خبرة في الموضوع ده يعرفنا برضه. كده كده احنا هنبحث، لان انا كلمت اكتر من واحد من الغنامة، في ناس بتأكل البلح وفي ناس ما بتحبش تأكل البلح، فما تعرفش ايه السبب. وفي مزارع كبيرة بتأكل البلح بس ده بيتفرم،
بيتفرم بالنوى بتاعه، فحتى لو النوى اتفرم فمفيش مشكلة. كده كده اصلا احنا بنشرب قهوة فيها نوى بلح وفيها بسلة، فعادي لو النوى مفروم. لكن لو النوى سليمة هيبقى فيها مشكلة ولا لا؟